زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. عالم وقف في وجه العصر حيث تختلط السلطة بالدين وتشترى الفتاوى ويساوم كثيرون على الحق باسم الحكمة. هنا تحت ثرى الشام يرقد رجل لم يكن مجرد سيفا في ميدان، بل كان ميزانا في زمن الاختلال. نعم، إنه شيخ الإسلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ولد شيخ الإسلام سنة 61 و600 للهجرة في حران، ثم هاجر مع أهله إلى دمشق فرارا من التتار. نشأ في بيت علم فحفظ القرآن مبكرا وبرع في الفقه والحديث والعقيدة، حتى شهد له شيوخه بسعة العلم وقوة الحجة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان إماما في التفسير، بحرا في الفقه، جبلا في السنة. سيظل للتاريخ واسم حافل، سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا، نحو التألق يمنة وشمالا. لم يكن ابن تيمية عالي مكتب، بل عالي موقف. عندما داهم التتار بلاد الشام وتزينوا بالإسلام زورا، خرج ابن تيمية إلى السلطان والجند فثبت القلوب وبين أن الحق لا يعرف بالأسماء بل بالاتباع، فكان فقهه جهادا وكان قوله سدا أمام التلبيس. قال ابن كثير رحمه الله: لم أر مثله في الثبات ولا أشد منه قولا بالحق. موت الحر. توفي شيخ الإسلام سنة 28 و700 للهجرة وعمره آنذاك 67 عاما. خرجت جنازته فملأت الشام شهادة أن السجن يكسر الأجساد ولكنه لا يكسر الأفكار. تحت ثرى الشام يرقد رجل قال الحق فثبت عليه. سادة تحت ثرى الشام، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.